اهلا بيك في ميركاتو الاتحاد. اليوم جايين نتكلم عن صفقة اللاعب الجزائري القوية والقوية جدا، نجم الاي سي ميلان، واللي اخذ فترة فعلا كان مكسر الساحة الرياضية على المستوى العربي وعلى المستوى الايطالي، واللي اتكلم عنها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو. جايين نتكلم اليوم عن صفقة مهمة جدا لنادي الاتحاد، ولكن يا حبيب قلب اخوك فضلا وليس امرا، الله يرحم والديكم. لا ننسى اخواننا من صالح دعائنا فانهم يمرون بكرب عظيم ولا نملك الا الدعاء. اللهم انا نبرأ اليك من كل ما يحدث في غزة من تجويع ومن عطش ومن قتل، اللهم انصرهم وزلزل الأرض تحت أقدام عدوهم. اهلا بيك مره ثانيه. اليوم جاي اكلمك عن خبر فابريزو رومانو. فابريزو رومانو احد اهم الصحفيين الموثوقين اللي لو اتكلم عن خبر بيبقى بنسبه 90% الخبر قريب انه يتحقق. عشان كده جاي اكلمك عن اسم تم الاعلان عنه، اسماعيل بن ناصر، نجم الاي سي ميلان، لاعب وسط الملعب الجزائري صاحب ال 27 عام، واللي لعب في الدوري الفرنسي ولعب في الدوري الايطالي والان معار الى مارسيليا. اسماعيل بن ناصر احد اهم واجود وافخم واقوى الاسماء العربيه اللي مثلت العرب في الدوريات الإيطالية أو في الدوريات الأوروبية الكبرى. إسماعيل بن ناصر مع المنتخب كان قاعد يقدم أفضل مستوياته كلاعب رقم 6 في وسط الميدان. هل إسماعيل بن ناصر لاعب رقم 6 حرفي؟ لا يا صديقي، تم توظيفه كلاعب رقم 6 وأدى أداء كبير جدا، ومن أهم اللاعبين اللي بيلعبوا في محور رقم 8 صانع اللعب، او محور رقم 8 المهاجم، او محور رقم 8 اللي يقدر يقوم بعمليه فك التكتلات والضغط الكبير جدا الموجود على الفريق. مش هكلمك في احتياجات الاتحاد ان الاتحاد محتاج اكثر من صفقه، والاتحاد محتاج انه يعاد ترميمه بطريقه قويه جدا، ومحتاجين قرارات نكون فيها جريئين الى اقصى حد. ولكن المطلوب مني ان انا اقارن ما بين اسماعيل بن ناصر وما بين فابينو مع نادي الاتحاد. ولكن حاب اذكرك بامر مهم جدا، اسماعيل بن ناصر احد اهم وافضل اللاعبين اللي يقدر يخرجك من تحت الضغط، احد افضل اللاعبين اللي بيخرج بالكره من وسط الميدان الى خط الهجوم، احد افضل اللاعبين المنفذين لركلات الجزاء، صاحب ال 27 عام والاساسي مع المنتخب، اللي بدأ بدايته في الدوري الفرنسي ثم الدوري الايطالي ومن بعدها اعاره فاعاره الى ان وصل الى مارسيليا. كل هذا الكلام الجميل والقوي والممتع والمشوق جدا لهذا اللاعب كان قبل اصابه اللاعب بالرباط الصليبي. اما من بعد اصابه اللاعب بالرباط الصليبي فانت قاعد تتكلم عن لاعب كثير الغيابات، لاعب كثير الاصابات، لاعب سجله من ناحيه الاصابات مليان جدا، لاعب قاعد يعيش أسوأ مراحله هذه الأيام مع اي سي ميلان. أليجري رافضه وبالكلية انه يشارك مع الفريق، الآن قاعدين يبحثوا عن تصريف اللاعب، حتى الفريق اللي كان معار إليه لم يطلب عملية اللي هو تفعيل بند الشراء. كل هالكلام الإيجابي اللي تكلمناه على بن ناصر كان قبل الإصابة. بن ناصر مشاركته الأخيرة لعب مباراة وغاب من بعدها 117 يوم بسبب الإصابة. فأنا لو قاعد أقارن ما بين لاعب موجود ما بين يدي فابينهو وما بين لاعب تم الإعلان عنه، أو لاعب الأخبار قاعدة تقول إن الاتحاد ممكن يدخل على الخط وممكن يتعاقد مع اللاعب، أنا قاعد يا إخوان أنخفض بالطموح، قاعد أنخفض بجودة اللاعبين. أنا لما قارن بن ناصر وقارن فابينهو كسجل إصابات أقل رغم الإصابات اللي تعرض لها، ولكن أقل بكثير من بن ناصر. بالرغم القوة البدنية اللي قاعد يقدمها فابينهو في وسط الميدان، رغم سنه وتقدمه هو أفضل من بن ناصر في حالته الآن. رجاء يا إخوان لا نجيب المقاطع وبعض الهايلايتس واللقطات اللي بتكون للاعب لما يكون بيقدم مستواه الأفضل والأقوى. راح تجد بعض المقاطع والفيديوهات لبن ناصر مرعبة، تنفيذ ركلات الجزاء، ابتكاك في وسط الميدان، الخروج من تحت الضغط، تصعيد الكرة في حالة الهجمة، لاعب يمتلك المهارة والقوة والسرعة والتسديد، ولاعب قادر يقدم أداء كبير جدا. فعلا كل هذا متوافر في بن ناصر، ولكن قبل الإصابة. المطلوب من إدارة الاتحاد يا إخوان إن احنا نرفع الطموح مش نخفض الطموح. مش مطلوب إن أنا أبدل اسم لاعب بلاعب. النقطة الأخيرة اللي حابة أتكلم عنها، بن ناصر بيلعب في منتخبه منتخب الجزائر، وبيشارك في البطولات الأفريقية، وفي بطولة اعتقد راح تبدا في 21 ديسمبر الى 18 يناير او 20 يناير. انت قاعد تتكلم عن اكثر من 30 يوم راح يغيب فيها اللاعب عن الاتحاد، وممكن يكون في مباريات مهمه. فما بالك لو احضرنا بن ناصر مكان فابينهو وبقي معانا موجود عوار بيشارك في منتخبه وبن ناصر بيشارك في منتخبه، اهم ركيزتين انت بتعتمد عليهم في الفريق مش موجودين لاكثر من 30 يوم. رجاء يا اخوان نراجع هذا الخبر او نراجع هذا القرار وننظر نظره اوسع للامور
وننظر إلى مصلحة نادي الاتحاد. في أسماء كثيرة جدا معروضة على الاتحاد، أفضل وأقيم وأصغر وأقوى، وقاعدة تقدم مستوى كبير جدا يا إخوان. في لاعب أشغلني، لاعب فعلا إذا حضر أنا أقدر أستغنى عن أي لاعب موجود في وسط الميدان، سواء كان فابي، سواء كان حسام عوار. اللاعب ده بجوار نقوله كانتي راح تشوفوا طفرة وتغيير وأسلوب للاتحاد مختلف وبالكلية. لكن إن أنا أذهب لبن ناصر وأسماء وعشان أرضي بها بعض الجماهير، أو إنه كان متألق في فترة من الفترات، هذا كله لا يصب أبدا في مصلحة الاتحاد. أنا بالنسبة لي بن ناصر مرفوض وبالكلية يا اتحادية. ننتظر رأيك في التعليقات، ولا تنسى انك تصلي على النبي وتضغط لايك وتشترك بالقناة لو ما كنت مشترك، ولا تنسى اخوانك الله يرحم والديك من صالح دعائك ومن مساعداتك ان استطعت. وبكده وصلنا للنهاية. رأيك في التعليقات. سلام.